هذه الصخرة طارت بالشيخ عبد العزيز بالحاج من هذا المكان إلى بيت الله. بعد مرور السنين أصبحت خبرا انتشر بين عامة الناس. صادفك وأنت تطأ أرض مدينة الشارف بالجلفة، صخرة عادية غير أن مدلولاتها هنا غير عادية تماما. رواية فوق تصور العقل يتناقلها سكان المدينة منذ قرون عن هذه الصخرة. هي تبقى على خير، احنا رايحين وانت شديتنا وعطلتنا وكذا. قال لهم بعناية المختار تلقوني قدامكم، وقاعد يبكي فوق الحجر. وما راحوا للحج، حجوا وجاو. كي جاو هو قاعد هنا، ما زعف منهم ياكم هربوا عليه وكذا. جاو كيف قالوا يا شيخ ما جيتناش، رحنا للحج وما جيتناش ومتنوي وكذا، وشفناك قالوا في الطواف شفناك في ذيك شفناك. قال ما ودينا. الروايات المتعددة التي ارتبطت بالصخرة كونت معتقدات لدى أذهان السكان إلى درجة التبرك بها وإقامة طقوس بعيدة عن الدين. هذه الحاجة